ازاي يا جماعه؟ هو لازم نصحى الفجر؟ يعني ليه الوقت ده بالذات المفروض اصحى فيه؟ اتكلم في الاوقات دي الفجر بيدن على مثلا 5 وتلت، فهل انا المفروض ان انا اصحى في الوقت ده يعني ولا ايه؟ طبعا الجانب الديني هنسيبه في النص التاني من الفيديو، يعني هنتكلم في الحته الدينيه في النص التاني من الفيديو، لان انا بتكلم عن الوقت ده عامه، يعني هذا الوقت من الصباح ليه لازم المفروض ان انا اصحى فيه، وهل ده مفيد بالنسبه لي في اي حاجه ولا لا؟ هنبدا اليوم من بدري وهنخلص كل حاجه بسرعه، وفي ناس بتقول لك ان والله ده اليوم بيزيد، يعني اليوم بيبقى بدل 24 48 ساعه، فتمام كل ده كلام جميل وكل حاجه، بس يعني هل فعلا انا بستفاد من الحاجات دي؟ يعني هل الحاجات دي حقيقيه اصلا ولا ده كلام بس وخلاص؟ في لقاء اتكلم فيه الدكتور مجدي يعقوب، والراجل يعني اللي محتاج ياخد نوبل خلاص، انا شايف ان مجدي يعقوب يعني المفروض خلاص ياخد نوبل بقى، مش عارف هم متاخرين قوي كده ليه على انه يدوا نوبل، بس تمام هو المفروض ياخدها الصراحه، خاصه بعد الحوار الاخير اللي سمعناه ده بتاع ان هو عمل صمامات في القلب، الصمامات دي بعد كده بتتحول تبقى طبيعي او بتدوب في القلب فتبقى طبيعيه وتفضل مع الانسان طول العمر، فمش عارف المجتمع مستني ايه يعني، انا مش فاهم خلاص، انا بقيت اشك بقى عشان هو عربي فخلاص مش هنديها له. المهم في تجربه اتعملت على الفئران كانوا بيشوفوا فيها يعني ايه المخ والنخاع الشوكي وشغلهم ازاي والدنيا فيهم عامله ازاي وكده، ببساطه هم بيختبروا فكره يعني النوم 8 ساعات متواصل على طول، ولا ان هو يصحى في النص كده ويرجع ينام تاني، هل ده مفيد ولا لا؟ طبعا الفيديو هتلاقيه على اليوتيوب، ممكن تروح تشوفه عادي، تسرش عليه وتشوفه عادي، ولكن انا هنا يعني هقول لك الشرح اللي هو قاله. عندك الحبل الشوكي اللي هو موجود في العمود الفقري، فيهم بقى سائل اسمه السيريبروسباينال فلويد، يعني ده سائل كده موجود في الحبل الشوكي، الحبل الشوكي ده هو المسؤول عن الحركات بتاعتك، الاعصاب والدنيا دي كلها هو المسؤول عنها، على المخ، يعني الاشارات بتيجي من المخ للحبل الشوكي، الحبل الشوكي يحرك العضله، يعني الحركه اللي انا بعملها بايدي ديت هو مسؤول عنها. قال لك بقى يا معلم لو انت قعدت 8 ساعات نايم فالسائل ده حركته بتبقى واقفه، يعني ما بتبقاش بيتحرك كتير، السائل ده لما بيقعد بقى الفتره الطويله ديت ما بيتحركش او كده، بيبقى مناسب جدا ليك ان انت تقوم في نص النوم وتبدا ان انت تتحرك. طب يا عم يوسف ماشي، يعني هقوم اروح الحمام مثلا وارجع تاني، او اروح اجيب حاجه وارجع تاني وانام، حلو كويس جدا، مش بس كفايه كده، لازم تقوم ويعني مثلا ممكن تفكر ان انت تقرا حاجه، يعني تعمل اي اكتيفيتي كده تنشط بيها المخ شويه، هو السائل بقى في الايه في المخ والحبل الشوكي فاهم، فلازم تحرك الدنيا شويه، تعمل شويه حاجات ذهنيه على شويه حاجات حركيه، انت فاهم يعني الاكتيفيتي دي انت بتعملها انت عارفها كويس، فاهم، مش محتاج اقول لك ان احنا بنرمي على ايه، ده بقى هيساعد ان ينشط العمليات الذهنيه والعقليه بالنسبه لك، وينشط اعصابك كويس جدا، يعمل لها غسيل كده يغسلها. طبعا من بعد الفيديو ده الموضوع شغلني اكتر، ماشي ما يبقى هل ده بس كده؟ طب ما ايه اللي هيحصل حاجه مثلا، يعني في اضرار ممكن تقع عليا لو انا ما قمتش من النوم، ما انا ممكن انام 8 ساعات ماشي يا عم، هقوم هتحرك شويه ولكن مش هيحصل لي ضرر، مش هموت يعني. ومن هنا بدات ادور شويه لحد ما وجدت بعض التفسيرات اللي بتقول ان لزوجة الدم بتزيد في الصباح الباكر، لو انت يعني ايه نمت 8 ساعات متواصل وجيت مثلا على الساعة 7 8 الصبح، لزوجة دمك بتبقى زيادة، لزوجة الدم دي اللي هو يعني الدم بطيء ما فيهوش حركة، فاهم، فعرضة اكتر لتكون الجلطات والحاجات دي. بصراحة يعني انا مش هقول لك ان انا معايا مصدر موثوق وهسيب لك لينكه تحت في الديسكربشن، يعني ابقى انا كداب عليك، لقيت كذا موقع من كذا مكان، فيعني مش هاجزم لك ان دي معلومة انا متأكد منها 100%، عشان بس ما تجيش تحملني المسؤولية يعني. طب يا عم يوسف لو افترضنا ان لزوجة الدم دي فعلا بتزيد، اعمل ايه عشانها؟ لازم تقوم في نص النوم تتحرك. ليه لازم اتحرك؟ عشان لما انت بتتحرك سيركيوليشن اللي هي الدوره الدمويه تبدا تنشط تاني، يبقى في حركه، يرجع الليونه بقى اللي هي ايه، ان يبقى في سيوله في الدم، فاهم، بدل ما تاخد لها حاجه او كده، لا مجرد بس الحركه دي بتعمل سيوله في الدم. لحد ما بقى وانا بدور كده خبطت في الفيديو بتاع الدكتور حسام موافي، واللي اظن في ناس ممكن تكون سمعته، مش عارف في ناس شافته او لا، بس ده واحد من الفيديوهات اللي كان بيؤكد لي الفكره اللي انا لقيتها لما دورت عن فكره لزوجه الدم في الجسم وقت النوم وكده. كان بيتكلم والله ان هو كان في مؤتمر في المانيا، مؤتمر بعنوان سيركاديان ريزم اوف الديزيز، التوقيتات بتاعه حدوث مرض معين، كان بيتكلموا عن امراض كتير جدا، ولكن هو حضر الجزء اللي هو يختص بيه اللي هو الشريان التاجي، وكمان الامراض اللي هي موجوده في المخ، حاجات زي كده يعني. الدكتور الالماني ده معلم بقى قال لك ايه، والله ان معظم الجلطات اللي بتيجي في المخ وفي القلب بتحصل الساعه 8 الصبح. ليه يا عم 8 الصبح؟ قال لك لان في ماده بتفرز في الجسم وقت الساعه 8 الصبح ده، فبتضيق الشرايين، فبتبقى انت عرضه اكتر ان انت يحصل لك جلطه. طبعا يعني اخوك بما انه بيحب العلم والعلوم قعدت ادور عن وابحث عن الماده ديت ان انا الاقيها، انا مش ايه الماده دي، انا مش عارف الصراحه، لكن يعني دكتور حسام موافق اكيد فاهم، والدكتور الالماني اكيد فاهم اكتر مني، ولكن انا برضو بحثت عنها ما عرفتش ايه الماده اللي بتضيق الشرايين. انت اصلا وقت النوم يعني اللي انا اعرفه ان وقت النوم الشرايين والاوعيه الدمويه بتوسع، تمام، وبالتالي ضغط الدم بيقل، ومعظم الاجهزه اللي في جسمك بتبدا تهدى والحاجات ديت، وبعد كده بيبدا ينشط المخ بقى عشان فكره الاحلام وتخزين الافكار وحفظ الافكار. فايه الماده دي انا ما اعرفش يعني، حتى استنى كده ثانيه واحده، ده كتاب عندنا انا بدرسه، مش عارف هي ماده يا باثولوجي يا طب بطنه، يعني حاجه من الحاجات ديت. لو جينا هنا نفتح في الصفحه اللي هي بتاعه الجلطات، صفحه الجلطات حرفيا
تمام. ان الثرومبس بتحصل او الثرومبوس بيحصل ازاي، فكره الجلطه يعني بتحصل ازاي. بيقول لك اول حاجه ان البلاتلت ثرومبوسز ايه ذا فيرست ستيب از اديشن اوف البلاتلتس تو فاسكولار اندوثيليوم، وبعد كده بيكم ايه سكريتد اي دي بي اللي هو ادينوسين دي فوسفات، وماده ثانيه اسمها ثرومبوكسان اي 2. دول بيعملوا مور ادهيجن للبلاتلت اند فورميشن اوف البرايمري هيموستاتيك ايه بلاج. تمام. ان في مادتين بيفرزوا في الجسم مواد تكوين الجلطات وكده اللي هم الثرومبوكسان اي 2. تمام. هو مكتوبين هنا معايا ماشي. ثرومبوكسان اي 2، وعندك برضو الاي دي بي ادينوسين ايه دي فوسفات. حلو. الاثنين دول بيعملوا لك حاجه كده زي ايه المبنى بس ايه طوب من غير اسمنت. فاهم؟ هو بيبقى طوب كده فوق بعضه مترصص من غير اسمنت. دي بقى اللي هي البلاتلتس اللي هي الكرات الصفائح الدمويه بتتجمع وتعمل لك بقى الجدار ده اللي هو من غير اسمنت. بعد كده في المرحله الثانيه بقى اللي هي اسمها ميكس ثرومبس ايه بتخش ماده مهمه جدا اللي هو اول حاجه اسمها بلاتلت فاكتور 3 اللي هو في فاكتور رقم 3 عامل كده يعني رقم 3. وبعد كده بيحصل ايه فيبرين كلوت اوفر ذا بلاتلت ماس. بتخش ماده الفيبرينوجين دي بتعمل لي فيبرين كلوت اللي هو هي دي بقى الاسمنت من الاخر يعني عشان مختصر عشان تبقى فاهم. دي الاسمنت. الفيبرينوجين دي بقى بتخش تعمل لي الايه الاسمنت الجميل بتاعي، تثبت لي الجدار اللي احنا عملناه. اعمل لي حاجه اسمها فيبرين نيتورك، شبكه كده، والشبكه دي بيبقى برضه معاها ار بي سيز اللي هي كرات دم حمراء، فعشان كده بيبقى لونها احمر، بيبقى اسمها ريد ثرومبس. تمام. والله لو الماده اللي هو بيتكلم عنها ديت اي حاجه من المادتين الاولانيين اللي هو الثرومبوكسان او الاي دي بي، او لو فيبرينوجين نعمل لي فيبرين نيتورك، ده الماده من المواد اللي هو بيتكلم عنها دكتور حسام موافي، فاوكي تمام يعني. انما لو مش هي انا ما اعرفش الصراحه عشان ما اكذبش عليك، لكن اكيد دكتور حسام موافي احسن مني وفاهم اكيد طبعا، والدكتور الالماني ده اكيد فاهم برضو يعني. لو انا نفسي عايز اسافر المانيا الصراحه. حتى كمان برضو في الفيديو بتاع الموضوع ده يعني لازم تروح تشوف الفيديو الصراحه. هو كان حد رد عليه لما اتكلم عن الموضوع ده من 5 سنين من وقت تصوير الفيديو يعني. قال له يعني قصدك كده ان كل اليابانيين اللي ما بيصلوش الفجر هيجي لهم جلطه وهيموتوا ومش عارف ايه وكذا؟ هو اتعصب جدا. انا مش عارف مين اللي قال له الكلام ده، بس يعني هو في واحد جه في دماغي، فلو هو نفس الشخص وجه في دماغي يكتب لي في الكومنتات تحت يعني، هتلاقيني عامل لك لايك عليه. صار تفسير بسيط جدا يعني احنا اكيد المفروض كلنا عارفينه، ان يعني في حاجه يعني عامل يسبب لك المرض على طول، ان انت يجي لك المرض او تموت على طول. في حاجه تخليك يعني هاي ريسك ان انت تبقى انت، او دي ريسك فاكتور اللي هي عامل من العوامل الخطوره اللي بتعلي احتماليه ان انت تصاب بالمرض. زي مثلا لو انت والدك او والدتك عنده السكر، فده بيعلي احتماليه ان انت يجي لك السكر، او الصلع يعني حد منهم اصلع فانت بتبقى عرضه ان انت يجي لك الصلع. مثلا لو مش شربت سم هتموت، ما فيهاش هتموت، لو ما اتلحقتش هتموت. شميت غاز سام هيجي لك كده، فاهم يعني المرض هيجي لك على طول. ففي حاجات بتخليك عرضه اكتر ان انت الوقفه كتير، عرضه للدوالي، فاهم هكذا. هذا لا يجزم ان انت يعني فاهم لو ما صحيتش كل يوم يعني مثلا الفجر او انت نمت 8 ساعات ورا بعض ان انت هيجي لك جلطه يعني. ده لا يجزم. لو انت يعني صحتك شايلاك مثلا، انت بقى رياضي بتروح الجيم الحاجات ديت تمام، وانت بقى حالتك يعني فاهم ايه مدخن، عندك الضغط والسكر مثلا، عندك زياده في الوزن، الكوليكشن ده على بعضه كله، لو في واحد عنده الكوليكشن ده على بعضه فانت عرضه اكيد ان انت يجي لك جلطه بنسبه كبيره. يكون انسب لك ان انت تصحى الفجر، ده مميز جدا وحاجه علميا مفيده جدا بالنسبه لك. لو جينا بقى للجزء الديني فالصراحه يعني صلاه الفجر فرض يا معلم يعني مش محتاج اقول لك، مش هنيجي نتناقش في الصلاه، فاهم فكره الصلاه مش هنتناقش فيها كتير، دي حاجه مش محتاجه كلام. ولكن من الحاجات اللي برضو لازم تعرفها عن صلاه الفجر، ان انت لو صليت العشاء في الجامع وصليت الفجر فانت كده قمت الليل كله. صلاه الفجر في الجامع بتقوم بقى نص الليل لقيام نص الليل، وبعد كده الفجر يبقى انت كده قيام الليل كله، فاهم كانك قعدت صليت قيام ليل طول الليل، فاهم. دي حاجه بقى وهي من اهم الاحاديث اللي سمعتها عن صلاه الفجر، او النوم عن صلاه الفجر، ان انت تنام عنها متعمدا وما تصليهاش. بص يعني هسيب لك لينك الحديث تحت، وهسيب لك لينك شرح الحديث تحت، واللينك اللي فيه الحديث تحته الشرح، تمام، عشان هو حديث طويل جدا والصراحه في كلمات كتير انا يعني هكون بغلط ان انا وانا بنطقها، فممكن احرف في المعنى بتاع الكلمه لان انا مش عارف انطقها صح، ده عيب مني انا، دي مشكله عندي، تمام. لكن يعني الشرح المغزى من الموضوع هقوله لك انا بشكل مبسط كده على قد فهمي يعني. برضه كان يتكلم عنه احمد عامر في سلسله السيره النبويه، لو انت ما بتسمعش في سلسله السيره النبويه فيعني روح شوفها برضه. باختصار ان النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا او شاف في المنام ان في شخص راقد وفوقه شخص تاني، والشخص ده ماسك حجر او صخره كبيره وبيخبط بيها على دماغه، على دماغ الشخص اللي نايم ده، فدماغه دي بتنفتح وكده شويه، ودماغه دي بترجع تاني سليمه، فالراجل ده بيجيب الصخره ديت ويخبط بقى على دماغه تاني. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف الموضوع ده يعني فزع من المنظر ده، واللي عرفناه يعني
ان ده النائم عن الصلاه المكتوبه هو اللي بيحصل فيه كده. في برضه في نفس الحديث برضه كان 5 مواقف. في برضه بقى شخص تاني برضه راقد كده وحاجه، وفي شخص تاني برضه بيجيب زي خطاف هنا من عند بقه هنا وانت عارف بقى، وبرضه الناحيه التانيه، وبعد كده بيرجعوا يلتئموا تاني، يرجعوا حالتهم الطبيعيه، ونعيد هذه الكره. شوف الحديث زي ما قلت لك، لينك الحديث ولينك التفسير تحت في الديسكربشن. ونهايه يا معلم، لو انت صحيت الفجر يومك هيتضبل حرفيا، يبقى من 24 ل 48 ساعه. انا الصراحه في فتره الامتحانات يعني كنت بعشق اليوم اللي انا اقدر فيه مذاكره من الفجر لحد 12 بالليل. دي كانت فظيعه. انت لحد الظهر انت بتلاقي نفسك خلصت كميه كبيره جدا ولسه معاك بقيه اليوم، كده بتقعد بقى تذاكر لحد بالليل، وبعد كده تقعد تحل شويه اسئله وحاجات من كده، فالموضوع بيبقى فارق معاك جدا. اصلا الصبح وفي صحه وفي نشاط وبتاخد وقتك بتاخد راحتك، ما تحسش ان انت مستعجل. انت مثلا لما تصحى الظهر مثلا تصلي الظهر، بعد كده بشويه تلاقي العصر جت في المغرب في العشاء، فاليوم خلص منك نفسيا، انت نفسيا بتتهز، اللي هو اليوم خلص مني خلاص. ما هسهر يعني هسهر لكام 3 بالليل، يعني تبقى حاجه رخمه قوي يعني. بس يا معلم هو ده كان كلامي في الفيديو ده. اظن ده فيديو هيبقى صغير شويه، ولكن دي حاجه انا استفدت بيها جدا، وهي دي الفيديوهات اللي انا بعملها الفتره دي. يعني اي حاجه تجربه شخصيه، اي حاجه شايف ان انا هفيد بيها الناس فبعملها في فيديو. فلو عجبك الفيديو او عجبتك السلسله دي اكتب لي في الكومنتات لايك شير سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك قبل ما انزلها. وبس على ما اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. يبقى قول لي برضو في الكومنتات يعني ايه رايك بالكاب، وانا شكلي بالكاب كده حلو ولا لا. انا الصراحه يعني المفروض اروح احلق بس انا مكسل، فقلت اطلع بالكاب. فلو عجبك الكاب برضو اكتب لي في الكومنتس. سلام.